فهنا يتجلى الفرق بين من يعرف خدمة مصالحه وفي خطاب واحد، يعني تقريبا خطابات قليلة جدا من العاهل المغربي، يعني يعاكس بها الممارسات الحمقاء للنظام الجزائري، الكلام القذر الذي لا يتوقف الإعلام الرسمي، البيانات الإنشائية الفارغة، لدرجة أننا صرنا للمصطلح اللي حددته أنا وهو بيانستان أو جمهورية البيانات التي لا تتوقف سواء مع المغرب سواء مع فرنسا. حماقات نظام لا وزن له بلا مواقف في السنوات الأخيرة، البيانات التي لا تتوقف شبه يومية من وكالة الأنباء الجزائرية، الكلام الأرعن من الرئيس المعين عبد المجيد تبون في خرجته الإعلامية أيضا التي تكون طويلة وتكون متكررة، يعني جعل من السهل اليوم التعامل من طرف من يواجهون النظام الجزائري، لأنه في خطاب الملك المغربي لم يتوجه لا إلى الجزائر ولا إلى النظام الجزائري في الحقيقة، وأصلا هو تكلم عن الشعب الجزائري ولكن بعبارة لا ربح ولا خاسر، يعني من أجل الخروج من هذه الإشكالية التي تعفن المنطقة في شمال إفريقيا وهي مسألة الصحراء. بطبيعة الحال الرسائل موجهة للولايات المتحدة الأمريكية مستغلا السياق أنه هناك رغبة من الإدارة الأمريكية في حل هذه الإشكالية بتجديد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ولكن ليس هذا فقط، لأنه دونالد ترامب والإدارة الأمريكية تريد يعني عدة أزمات كما حدث في الكونغو الديمقراطية ورواندا، أنه دونالد ترامب يحل إشكالية دبلوماسية رغبة في أنه يفرض بطبيعة الحال الهيمنة الأمريكية، أنه هو شخصيا يتحصل على جائزة نوبل. وهنا المغرب وعبر الملك العاهل المغربي محمد السادس بطبيعة الحال يقدم نفسه دائما كالجهة التي تبحث عن الحلول، كالجهة التي ليس لها مشكل في أنها تقدم بعض التنازلات من أجل إحلال السلام، أنه يكون توافق، في وقت أن النظام الجزائري يقدم الخطابات العدائية والتي لا تتوقف، الخطابات التي لا تمت للدبلوماسية بصلة. فهنا يتجلى الفرق بين من يعرف خدمة مصالحه وفي خطاب واحد، يعني تقريبا خطابات قليلة جدا من العاهل المغربي، يعني يعاكس بها الممارسات الحمقاء للنظام الجزائري، الكلام القذر الذي لا يتوقف الإعلام الرسمي، البيانات الإنشائية الفارغة، لدرجة أننا صرنا للمصطلح اللي حددته أنا وهو بيانستان أو جمهورية البيانات التي لا تتوقف سواء مع المغرب سواء مع فرنسا. معناتها اليوم بخطاب واحد جعل العاهل المغربي أن النظام الجزائري يبدو للعالم وخصوصا للولايات المتحدة الأمريكية أنه هو من يعرقل الحلول، أنه هو من يعرقل الوصول إلى توافقات، وهو من يعرقل الوصول إلى حل سواء في قضية الصحراء أو في كل القضايا المطروحة إقليميا في منطقة شمال إفريقيا. وزيارة رأينا في زيارة مسعد بورس التي الآن تبقى زيارته إلى المغرب بعد زيارته إلى الجزائر، اليوم بطبيعة الحال الوساطة الأمريكية في وقت الوساطة الأمريكية في هذا الظرف يأتي هذا الخطاب الذي يورط النظام الجزائري ويفضح يعني الممارسات القذرة للنظام الجزائري أمام الولايات المتحدة الأمريكية، الذي النظام الجزائري يبحث إلى تحسين العلاقات معها. رأينا وزير الخارجية الأسبق وسفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية صبري بوقادوم يقدم الجزائر كشريك الولايات المتحدة الأمريكية، قال لك سكاي از ذا ليميت، لا حدود للعلاقات الجزائرية الأمريكية. ورغم كل هذا بطبيعة الحال بهذا الخطاب من الملك المغربي في بمناسبة عيد العرش بطبيعة الحال وضع النظام الجزائري في الزاوية وفضح ممارساته، وهذا هو الغباء الذي صارت تسير به الدبلوماسية الجزائرية للأسف بسبب هذا النظام المتعفن، والله المستعان دائما.